يقيني ثبت لديه مما جعله يصدر أحكاما بالإعدام على ناس من خيرة الناس في هذا البلد. هو نفسه قال في شهادته على العصر إن هم عرفوا سر الثورة وأتمنوا عليه ولم يفشوه، وهل يعرف هذا السر الخطير إلا شركاء في هذه الثورة؟ شكرا يا كيف اطمأن ضمير السيد النائب وهو كان رئيس محكمة إلى وجود مسدسين في قضية واحدة كانت قضية منظورة أمامه؟ واحد انضبط ماركة براونينج، وواحد تاني جه بعد كده ماركة باربيلو. هنسمع رد سعادة النائب يا دكتور. شكرا لك. طبعا يعني أنا بشكره على هذا التعليق. وطبعا الثورة عشان تحافظ على استمرارها عملية مش لعب، وأي واحد يقف قدام ثورة قائمة زي اللي بيحط صباعه في الكبس بالظبط. ما هم شركاء فيها برضو زي ما لا، ما كانوش شركاء، هم ادعوا انهم شركاء وانهم هم اللي حموها، ولكن ما حدش حماها. لان اما اللي بيحمي الحاجه يشارك فيها ويتحمل مسؤوليتها. انما هو قال لك نخلي الجماعه المجانين دول يعملوها واحنا نبقى في الامان وعندنا تنظيمنا ودعوتنا الى الاسلام، ما حدش هيقدر يقف قدامها. طبعا ده كان تقدير خاطئ، لانهم بعد كده لما كل يوم الثوره بتثبت اقدامها بيزيد غلهم ومتصورين ان احنا خدنا منهم حاجه. احنا ما خدناش منهم حاجه. ده من اول يوم في الثوره بقوا يتقولوا كلام ملوش طعم، يقولوا الله ايه ثوره ايه ده، اذا كان لسه الاذان السلطاني ما زال يؤذن بيه. ايه الاذان السلطاني ده؟ اتاريل اذا ما كانش يبقى الاذان اللي هم بيقولوه يعني علشان ينفروا الناس من انها تيجي الجامع. العلاقة قديمة ومليانة تشابكات، لكن هو سألك عن محاكمة 54 تحديدا. طبعا احنا لم نحاكم الا اللي اخطأ او اشترك في جريمة او اعضاء مجلس الارشاد. ده المحكمة اللي انا اتوجدت فيه. انما بعد كده جموع الاخوان الدجوي هو اللي كان بيتولى العملية، وكان كل الهدف هو أقصى حاجة 10 سنين سجن عشان في إعدامات يا فندم، حمايتهم من أنفسهم. في 6 خدوا إعدام في 54. ما أنا بقول اللي خدوا إعدام دول محدودين. طب ما تبص لثورة فرنسا ولا ثورة روسيا ولا أي ثورة، ده كان الحد الأدنى لتأمين الثورة. الثورات بتقوم لحماية الناس وليس لإعدامهم. لما تقوم بثورة بعمل كده، وإن شاء الله هياكلوك على طول. تضحك. ما هو أنا مش هعرف أقوم بثورة، ده أنا غلبان. طب لما أنت غلبان ما تخليك على قدك. ما أنا على قدي وأنا بعمل حاجة.